تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أسرع وألذ وجبة غدا. هنعمل فريك بالمشروم والكريمة، طبق خطير طعمه مختلف عن أي فريك دقتوه قبل كده. هنعمله بقى من غير لحمة ولا فراخ، والوصفة كلها هتتعمل في حلة واحدة وتعتبر وجبة كاملة، مش هنحتاج جنبها غير حبة سلطة. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. أول حاجة هنحتاج لوصفتنا المشروم. استعملت تقريبا ربع كيلو. هنمسحه كويس قوي بمناديل أو فوطة المطبخ، وهنقطعه شرايح حجمها متوسط. هنجيب الحلة اللي هنسوي فيها الوصفة كلها وهنرفعها على النار. هنحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، ممكن تستعملوها زبدة أو زيت زي ما تحبوا. وهنحط فيها المشروم، عايزين نشوحه في السمنة لحد ما ياخد لون دهبي حلو. هنهدي عليه النار، وعلى بال ما يتشوح هنقطع بصلة متوسطة وفصين أو 3 من التوم هنفرمهم ناعم. هنلاقي المشروم خلاص اتشوح وخد اللون الحلو ده. هنشيل منه شوية صغيرة هنحطهم على الوش في الآخر. وعلى بقية المشروم هنضيف البصل والثوم اللي قطعناه، ونقلبه بقى تقلبتين يتشوح بسيط مع المشروم. وعلى بال ما البصل والثوم يتشوحوا على نار هادية، هنجيب بقى كوباية ونص من الفريك، نغسلهم كويس قوي ونصفيهم من ميتهم، وهنستعملهم على طول. بلاش تنقعوا الفريك في أي وصفة عموما هتعملوها، عشان ما نضيعش ريحة الدخن الحلوة اللي بتبقى فيه في قلب مية النقع. هنضيفه على المشروم ونشوحه بقى شوية حلوين على نار هادية لحد ما نلاقيه بدأ يخرفش كده في الحلة. هنتبله بمعلقة صغيرة من الملح، وخدوا بالكم ما تزودوش الملح قوي عشان هنحط شوربة وبيبقى فيها ملح. وهنحط كمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، بس عايزينه مجروش خشن، بيبقى طعمه مع الفريك أحلى بكتير ما يكون ناعم. ومعلقة صغيرة من البابريكا. ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه يتشوحوا كويس قوي. وبعدين هنضيف عليهم كوبايتين من الشوربة السخنة، أو ممكن لو ما عندناش شوربة نجيب مية وندوب فيها مكعب من مرقة الدجاج ونحطه عليهم. نسيبها بقى لحد ما تغلي وتتشرب شوية من ميتها، وبعدين نغطيها ونسيبها على نار هادية تقريبا نص ساعة. عايزين الفريك يستوي كويس قوي وكله يفتح كده ويبقى طري مش ناشف. دي التسوية الأساسية بتاعة الفريك، احنا مش هنسويه تاني، يبقى لازم يكون مستوي كويس قوي. وبعدين هنضيف عليه كوباية بقى أو كوباية ونص من كريمة الطهي، يعني زي ما تحبوا كريمة حطوا بس مش أقل من كوباية. لو مش متوفرة ممكن نضيف نص كوباية من الحليب مع نص كوباية من القشطة بتاعت وش اللبن. وهنحط عليهم كمان رشة حلوة كده من الجبنة الموتزاريلا، بتدي مطة خفيفة مع الفريك. وشوية حلوين من الجبنة البارميزان، بتدي طعم رائع للفريك، يعني بلاش تستغنوا عنها. هنقلبهم بقى تقلبتين، المكونات كلها تسخن مع بعضها ونقفل على طول. الفريك في الوصفة دي بيبقى جوسي كده وطري جدا، ما بيبقاش مفلفل. عشان كده ما نسيبهوش يغلي كتير مع الكريمة والجبن، يعني يدوب يسخن ونقفل عليه على طول. وما بنحطش الكريمة والجبن غير قبل التقديم على طول، عشان الفريك ما يشربهمش كلهم وعشان تفضل معانا طرية. ونزين الوش في الآخر بشوية من المشروم مع معلقتين كده من الكريمة على الوش مع رشة جبن. ودوقوا بقى أحلى وأطعم فريك، طعمه بجد رائع. لازم تجربوه هيعجبكم جدا، وهستنى تقوليلي رأيكم فيه. وبألف هنا على قلوبكم مقدما. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وأشوفكم على خير.